صباح الخير، لسه مكملين في شرح بارت 4 من زمن الماضي المستمر. النهارده هنشرح ادوات الربط while, when, during و on. لو الجمله اللي مباشره جت بعدهم كانت بدون فاعل هنتصرف معاها ازاي. نصيحه صغيره، لو الجزء ده انت لسه ما درستوش في الصف الدراسي بتاعك اجله شويه لانه قد كده confusing وممكن يلخبطك. لكن الدرس ده النهارده موجه لطلبه ثالثه اعدادي اولى ثانوي اللي هو جريد 9 وجريد 10. ندخل بقى على الدرس ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنتكلم عليها هي while و when. ادوات الربط دول كنا اخدناهم في بارت 2 وقلنا في بينهم قاسم مشترك ان الاتنين بيجي بعدهم جمله كامله. يعني ايه جمله كامله يا ولاد؟ اتفقنا الجمله في الانجليش بتتكون من فاعل وفعل ومفعول، اللي هو السبجكت او السبجكت بروناون اللي هو ضمير الفاعل، ثم الفعل، ثم ايا كانت التكمله اللي موجوده عندي في الجمله. ناخد مثال على الكلام ده لما نقول while she was cooking she hurt her hand. جملة عادية خالص، أداة الربط while جه بعدها مباشرة ضمير فاعل، كده أنا اتأكدت إن دي جملة كاملة جاية بعد while ومفيش أي مشاكل. طيب إيه اللي يحصل لو ضمير الفاعل ده شلناه من الجملة ولقيت ام سي كيو مديني من ضمن الاختيارات مفيش أي جملة فيهم فيها فاعل؟ مفيش أي مشكلة خالص. في الوقت ده هتبص للجملة اللي جاية مباشرة بعد while و when وهتجيب الفعل الأساسي فيها وهترجعه للمصدر وتضيف له ing، زي المثال اللي قدامنا كده. شلنا she was في الجملة اللي فاتت وخدنا الفعل اللي هو cook في المصدر وضفنا له ing، وبقت الجملة while cooking she hurt her hand. ينفع أعمل ده بس على شرط واحد صغير قد كده. إيه هو؟ إن الفاعل في الجملتين يكون نفس الشخص، يعني هي اللي كانت بتطبخ وهي اللي جرحت إيديها. أصل الجملة while she was cooking she hurt her hand. الجملة سواء كان الأولى أو الجملة التانية الفاعل فيهم واحد، عشان كده نفع إن احنا نغير ونقول while cooking she hurt her hand. يبقى إيه الشرط اللي موجود عندي علشان أضيف فيرب مضاف له ing بعد while when لو الفاعل مش موجود؟ إن الفاعل في الجملتين يكون واحد. طيب هل ممكن الفاعل في الجملتين يكون مختلف؟ هقول لك تعالى أديك أمثلة علشان تفهم منها الفرق. لما أقول لك while I was playing I hurt my leg، لما كنت أنا بلعب أنا جرحت رجلي. هل الجملة اللي بعد while على طول اللي هي I was playing ممكن أستبدلها كلها على بعضها كده بفعل مضاف له ing؟ هقول لك وماله، بس نتأكد من الشرط اللي قلنا عليه إن الفاعل في الجملتين يكون واحد. تعال نشوف الفاعل في الجملتين. I was playing I hurt my leg. أنا اللي كنت بلعب وأنا اللي جرحت رجلي. يبقى فعلا معاك حق، ينفع while يجي بعدها فعل مضاف له ing فقط وتبقى الجملة while playing I hurt my leg. نشوف الفرق التاني اللي هيعرفني امتى وليه ما بنحطش فيرب مضاف له ing في بعض الأحيان. لما يقول لي while I was cooking my friend called me، لما كنت أنا بطبخ صديقي اتصل بي. وهتيجي تسألني برضو وتقول لي هل ينفع بعد while الجملة دي كلها كده أشيلها وأحط بدلها cooking بس؟ هقول لك تعالى نشوف الفاعل في الجملتين. الجملة الأولى I was cooking والجملة الثانية my friend called me، هو اتصل بي. كأني ضمير الفاعل في الجملتين في الجملة الأولى I وفي الجملة الثانية he. هل الاتنين نفس الشخص؟ لا. يبقى إياك أشوفك تقول لي while cooking my friend called me، ما ينفعش هنا فيرب مضاف له ing لأن الشخص اللي قام بالأكشن في الجملتين مش شخص واحد، وتفضل الجملة الأولى صح بينما الجملة الثانية غلط. ندخل بعد كده على during، ودي أداة ربط بمعنى أثناء أو خلال. حاجتين مهمين لازم أكون عارفهم وأنا بتعامل مع during في أي جملة rewrite هيحتاج مني إن أنا أبدل during بأي أداة ربط تانية. إيه هي؟ أول حاجة إنه أعرف إن during بتتكلم عن فترة زمنية محددة ليها بداية ونهاية. يعني ممكن أقول during the meeting أو during the lesson أو during رمضان أو Christmas. هتيجي تقولي يعني إيه the lesson فترة زمنية أو the meeting فترة زمنية؟ هقول لك هو مش مهتم بالدرس قد ما مهتم إنه يوصل لك خلال المدة بتاعة الدرس، خلال المدة بتاعة الاجتماع، خلال المدة بتاعة ال 30 يوم بتاعة رمضان أو الاحتفالات الكريسماس كام يوم بتحتفل فيهم. تاني حاجة تكون عارفها عن during إنها بيجي وراها اسم. يبقى القاعدتين اللي لازم نكون عارفينهم عن during إن بيجي وراها على طول مباشرة اسم بيعبر عن فترة زمنية محددة ليها بداية وليها نهاية. تعالوا ناخد أمثلة عليها. لو قال لي rewrite while I was watching the movie I fell asleep وطلب مني أستخدم during عندي في الجملة، عيني على طول تروح لو لقيت أداة ربط، فأنا هنا لقيت while، يبقى أنا كده فهمت ضمنيا إن أنا هستبدل while هحط مكانها أو محلها during.
طيب بنمشي بقواعد مين؟ بنمشي بقواعد اللي بين الأقواس اللي هي during، وduring بتقول أنا عايزة بعدي اسم يكون بيعبر عن فترة زمنية محددة. طيب تعالى كده نشوف الجملة اللي بعد while على طول. I was watching the movie. هل يا ترى عندي اسم بيعبر عن فترة زمنية محددة؟ هقول لك أيوه the movie. هتقول لي إزاي؟ هقول لك movie ما بيتكلمش عن الفيلم قد ما هو بيتكلم عن المدة بتاعة الفيلم. الفيلم بدأ إمتى وانتهى إمتى. يبقى during the movie. طيب الجملة التانية تنزل زي ما هي بدون أدنى تغيير، يبقى خلال مدة الفيلم أنا كبس عليا النوم ونمت. ناخد مثال كمان لما نقول while they were traveling they took many photos. لما كانوا مسافرين أخدوا صور كتير. وطلب مني أستخدم during. طبيعي أنا شفت while يبقى هستبدلها ب during، وهنمشي بقوانين وقواعد during. طيب بصيت على الجملة اللي جاية بعد while لقيتها they were traveling. جملة في زمن الماضي المستمر ما فيهاش أي إشارة لاسم بيدل على مدة زمنية. لكن يا ولاد هنا في tricky point إن إحنا أحيانا بيكون عندنا أفعال بتعامل معاملة الأسماء، يعني ممكن تشتغل فعل وممكن تشتغل اسم. تمام كده؟ خلاص؟ زي ما نقول كلمة travel معناها يسافر لو هي استخدمناها كفعل، وممكن نستخدمها noun بمعنى سفرية أو رحلة. طيب خلاص يبقى أنا أحول traveling دي لاسم، يبقى during عايزة أقول سفرياتهم they هتتحول ل their، وهتبقى during their travels. إيه اللي حصل؟ they took many photos، ما غيرتهاش. تمام كده؟ طيب ندخل بعد كده على قاعدة هتفيدنا في شرح أداة الربط on المرة الجاية. خلينا بالراحة نشرح. إحنا swim لو ضفنا له ing، على سبيل المثال الفعل swim يعوم أو يسبح، ضفنا له ing. أنا عندي على الناحية اليمين swimming وعلى الناحية الشمال swimming. هل ليهم نفس المعنى يا ولاد؟ هديكوا جملة مثال ونشوف الفرق بنفسنا. لما أقول she is swimming، she is swimming، الجملة دي معناها إيه؟ معناها هي بتسبح، هي بتعوم. يا ترى swimming هنا معناه إيه؟ verb اللي هو فعل ولا اسم؟ لا هتقولي والله هو هنا معناه فعل، لأن الجملة هنا معناها في زمن المضارع المستمر ال present continuous عادي جدا، بدأت بضمير فاعل وبعديه الفعل المساعد is ثم الفعل مضاف له ing، فإحنا هنا بنتكلم على فعل. هقول لك برافو عليك. طيب لو أنا اديت لك الجملة دي وقلت لك swimming is fun، هتيجي تقولي هنا برضو يعوم يكون متعة مثلا؟ لا، هنا swimming لما جت في أول الكلام بقى معناها اسم بمعنى السباحة، السباحة، واختلفت تماما في المعنى عن معنى she is swimming اللي هي تعوم. وهنا في المعنى التاني swimming لما جت في أول الجملة حلت محل ضمير الفاعل أو الفاعل، فاشتغلت شغل الاسم، وده بنسميه يا ولاد الجيرند. ايه هو الجيرند؟ الجيرند هو فعل مضاف له ing، لكن ما بيفضلش فعل مضاف له ing زي ما هو، مش مكتفي بكده. قال لك لا انا هتصرف زي الاسم وانت هتعاملني زي الاسم. طيب هعاملك زي الاسم ازاي؟ قال لك هتلاقيني واقف محل الفاعل او ضمير الفاعل، يعني هلاقيه بيقوم بدور الاسم بشكل عادي جدا، هتعامله معاملة الاسم، مش فعل مضاف له ing، لا اسم بيحل محل الفاعل او ضمير الفاعل. بنسبة 60 70% هتلاقيه في اول الجملة. تمام كده؟ يبقى ايه هو الجيرند؟ هو فعل مضاف له ing لكن بيتصرف تصرف الاسماء، كانك زودت له الف ولام زي الاسماء في اللغة العربية. تاني حاجة بيحل محل الفاعل أو ضمير الفاعل، يعني هلاقيه فين؟ مش هلاقيه بعد فعل، لا ده أنا هلاقيه في أول الجملة، محل الفعل أو ضمير الفاعل. وبنسبة 60 70% هلاقيه فين؟ في أول الجملة لو كان بيبدأ كلام. ده هستفيد منه وأنا بشرح لك on بمعنى عند. وعند هنا ما اقصدش مكان، يعني ما بقولكش عند المكان الفلاني هتلاقي كذا، لا انا اقصد اقول لك عند اللحظه الفلانيه. بقف عند لحظه معينه، بركز على لحظه حدوث حدث معين. ودي بتفرق يا ولاد عن during، لان during بتتكلم عن فتره زمنيه، بتتكلم لك عن حدث له بدايه ونهايه. لكن on بتتكلم لك عن لحظه بعينها، حدث بعينه في وقت محدد، ملهوش بدايه ونهايه، لا هي لحظه. تمام كده؟ طيب زي ما اقول on hearing، on hearing يعني لحظة سماع، لحظة ما سمعت. وهنا ركز ان hearing مش فعل من افعال الحواس اللي ما ينفعش نضيف لها ing اللي الستاتيف verbs، لا ده هنا gerund عند لحظة سماع. ممكن اقول on arrival عند لحظة الوصول، بيتكلم عن لحظة محددة. ايه تاني لازم اخد بالي منه وانا بشرح on مرنة اكتر من while when و during، بتقبل ان يجي بعدها اسم وبتقبل ان يجي بعدها gerund، على شرط واحد في الجيرند ان الفاعل في الجملتين يكون واحد.
يعني اللي بتكلم عليه في الجملة الأولى اللي بتالي on على طول هي يكون نفس الفعل اللي في الجملة اللي بعدها. وفي الحالتين سواء كان noun صح سواء كان gerund صح. ناخد مثال على الكلام ده لما نقول when I saw علي I waved to him، وطالب مني استخدم on في الجملة. لما شفت علي أنا عملت له باي باي. تمام كده؟ أنا خلاص فهمت إنه أنا هستبدل on بwhen، بس نمشي بقواعد الحاجة الجديدة اللي هو طالبها. on قالت أنا عندي حلين، يا تحط بعدي اسم يا تحط بعدي gerund. إيه هو الجيرند؟ هو فعل في المصدر مضاف له ing ويعامل معاملة الاسم. تمام كده؟ طيب هل هينفع نقول on علي في الجملة اللي موجودة عندي I saw علي؟ هل هينفع نقول on علي عند لحظة علي؟ لا، مفيش حاجة اسمها كده، بس ممكن أقول عند رؤية علي، لأن أنا عندي فعل يرى. تمام كده؟ طيب أحوله إزاي لجيرند؟ تعالوا نشوف الفعل، إحنا هنرجعه لمصدره وتصريفات so التلاتة هي سي في التصريف الأول ثم so في التصريف الثاني والبي بي التصريف عندي بيبقى سي. يبقى الفعل مضاف له ing يبقى on seeing علي، عند لحظة رؤية علي. أعمل إيه في الجملة التانية؟ أنزلها زي ما هي. هيجي حد تاني يتلخبط ويقول لي يا مس seeing أخدناها إن سي لا يضاف لها ing. هقول لك ده في أفعال الحواس في الستاتيف verbs، إنما إحنا اتفقنا إن on بيجي بعدها gerund اللي هو الفعل مضاف له ing فتحول لاسم بمعنى رؤية. تمام كده؟ تاني مثال هناخده هو when I arrived I called mom. لما أنا وصلت أنا كلمت ماما وطالب مني أستخدم on. طبعا خلاص هنستبدل on بوين بقواعد on اللي هي بتقول أنا ما عنديش مشكلة يجي بعدي اسم وما عنديش مشكلة يجي بعدي gerund. نبدأ بالبداية بالجيرند. ممكن أحاول arrive أرجعه للمصدر يبقى arrive وأضيف له ing، يبقى ممكن أقول on arriving I called mom. عند الوصول أنا كلمت ماما. وممكن آخد arrive وأحولها لاسم فتبقى on arrival I called mom. الاتنين ينفعوا. تمام؟ مفيش أي مشكلة فيهم. كده خلصنا شرح الروابط اللي اتكلمنا عليها النهاردة. إيه اللي ممكن نراجعه النهاردة؟ واحدة واحدة. أول حاجة هنتكلم عليها في المراجعة هي while و when. while when اتفقنا هي كده كده ممكن يجي بعدها جملة كاملة. الاتنين سواء كان while أو when ممكن يجي بعدهم جملة كاملة بتبتدي من فاعل وفعل ومفعول. طيب لو الفاعل مش موجود، لو الفاعل عندي مش موجود يجي فيرب مضاف له ing على شرط واحد ان يبقى الفاعل في الجملتين هو نفس الشخص. تاني حاجة اتكلمنا عليها هي during وقلنا بيجي بعدها اسم بيعبر عن فترة زمنية محددة ليها بداية ونهاية. تالت حاجة أخدنا on وon يا ولاد بتساوي after في المعاملة، بيجي بعدها noun أو gerund. noun اللي هو الاسم أو gerund اللي هو الفعل المضاف له ing ويعامل معاملة الاسم. بس لاحظ إمتى هنختار الجيرند؟ بعد on أو after لو كان برضو الفاعل في الجملتين واحد. السيشن دي حاجة تانية ناخد بالنا منها. أيوة ما تنساش عشان خاطري إن سي بمعنى يرى ده فعل من أفعال الحواس الستاتيف verbs وده لا يضاف ليه ing إطلاقا. لكن لو لقيت سي مضاف لها ing بمعنى رؤية فده بعتبره اسم أو gerund ويضاف ليه ing عادي. كده احنا خلصنا درس النهاردة. انا عارفة ان هو كان طويل، زمن طويل عليه تطبيقات كتير. ان شاء الله البارت الجاي انا ما كنتش عايزة بصراحة اعمله لكن هو في امثلة جديد كتير وتريكي كويستشن اكتر هناخدها المرة الجاية. ذاكروا كويس، مستنياكوا البارت الجاي باذن الله. اشوفكم على خير، باي باي.